بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي، كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الدراسي الجديد. ونبدأ عام دراسي جديد ومنهج جديد، منهج سهل وبسيط. بس قبل ما نبدأ الدرس الأولاني أو الأول، أرجو من حضراتكم وضع لايك سبسكرايب وتعليقات من أجل الاستمرار في إرسال الفيديوهات التعليمية، وأعان الله على توصيل المعلومة لحضراتكم. عندي الدرس الأول بيتكلم عن الموقع الوطن العربي أو الوطن العربي الموقع والأهمية. فالدرس الأول بيتكلم في المنهج. الدرس الأول الوطن العربي، الموقع والأهمية. طبعا احنا عايشين في جمهورية مصر العربية، تعتبر جزء وطننا العزيز جمهورية مصر العربية. يقع مصر أو جمهورية مصر العربية تقع في وطن أكبر اللي هو الوطن العربي. الوطن العربي ده الوطن الأكبر، أما الوطن الأصغر فهو الوطن اللي احنا عايشين فيه اللي هو جمهورية مصر العربية. فمعنى المقصود بالوطن العربي هي مجموعة الدول التي تجمعهم، مجموعة الدول العربية التي تجمعهم وحدة اللغة والتاريخ والعادات والتقاليد المشتركة. المفهوم الوطن العربي مش لازم يتحفظ بالنص، لازم يتفهم الأول. معنى كلمة وطن عربي مجموعة من الدول العربية تجمعهم عادات وتقاليد ولغة وتاريخ مشترك. يبقى هنا المقصود بالوطن العربي، المقصود بالوطن العربي. قال المقصود بالوطن العربي هي مجموعة الدول العربية التي تجمعهم وحدة اللغة والعادات والتقاليد والتاريخ المشترك. معظم الدول العربية بتتكلم اللغة العربية. طيب، هناخد أول حاجة في الدرس الموقع الجغرافي للوطن العربي. موقع الجغرافي لازم أعرف معنى كلمة، أفرق بين موقع جغرافي وموقع فلكي. احنا خدنا في العام السابق في الصف الخامس الموقع الفلكي اللي هو موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. أما الموقع الجغرافي فهو موقع المكان بالنسبة لليابس والماء. يبقى هنا الموقع الجغرافي للوطن العربي. المقصود بالموقع الجغرافي، المقصود بالموقع الجغرافي هو موقع المكان بالنسبة لليابس والماء. يقصد باليابس اللي هي قارات العالم، والماء اللي هي البحار والمحيطات والبحيرات. طيب، هنا قال لي يقع الوطن العربي وسط ثلاث قارات يطلق عليهم قارات العالم القديم، اللي هي هنا دي قارة آسيا وأوروبا، وهنا أفريقيا. الوطن العربي يقع بين ثلاث قارات، آسيا وأفريقيا وأوروبا. آسيا وأفريقيا وأوروبا يقع وسطهم الوطن العربي. طب ما الوطن العربي يمتد في كم قارة يا أستاذ؟ من الثلاثة، في قارتين اللي هم آسيا وأفريقيا. في فرق لما أقول لك يقع بين في وسط، أقول له وسط ثلاث قارات، لكن يمتد الوطن العربي أقول له في قارتين آسيا وأفريقيا. دول الوطن العربي في آسيا وأفريقيا. احنا قلنا يقع الوطن العربي وسط ثلاث قارات يطلق عليهم قارات العالم القديم، وهي آسيا، أفريقيا، أوروبا. دي ثلاث قارات بسميهم قارات العالم القديم.
طيب هنا يمتد الوطن العربي، لاحظ بالكلمة عشان بيتلاعب بالكلمة، يقع في وسط 3 قارات. هقول له قارات العالم القديم، وسط 3 قارات، يقع وسط 3 قارات اللي هم قارات العالم يطلق عليهم كلها قارات العالم القديم، اللي هم آسيا وأفريقيا وأوروبا. بينما يمتد الوطن العربي في قارتي آسيا وأفريقيا. يبقى كل الوطن العربي يقع يمتد في كم قارة؟ قارتين، آسيا وأفريقيا. بينما يقع في وسط 3 قارات اللي هم آسيا وأفريقيا وأوروبا. يقع وسط 3 قارات، لكن يمتد الدول العربية اللي احنا عارفينها توجد فين؟ في قارتين بس، في آسيا وأفريقيا فقط. بينما تقع الدول العربية وسط 3 قارات بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. طيب هناخد عندي الموقع الجغرافي شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. حدود الوطن العربي، هنا حدود الوطن العربي، حدود الوطن العربي هنا شمالا جنوبا شرقا غربا. طيب نمسك واحدة واحدة. عندي شمالا، قال لي يحد الوطن العربي من جهة الشمال، قال لي البحر المتوسط وجبال طروس، بحر المتوسط وجبال طروس. طيب جنوبا قال لي البحر العربي والصحراء الكبرى، جنوبا البحر العربي والصحراء الكبرى. طيب شرقا قال لي حدود الوطن العربي شرقا جبلين، جبال كردستان، جبال زاجروس، الخليج العربي وخليج عمان. دي حدود الوطن العربي من جهة الشرق، يبقى جبلين وخليجين، جبال كردستان وجبال زاجروس، والخليجين خليج العربي وخليج عمان شرقا. أما حدود الوطن العربي غربا ده المحيط الأطلنطي. المحيط يا أولاد الأطلنطي. طب هيا بنا نحدد حدود الوطن العربي على الخريطة اللي رسمناها قبل كده. طيب هو قال لي يحد الوطن العربي من جهة الشمال، قال لي جبال بحر المتوسط وجبال طروس، ده البحر المتوسط. فين جبال طروس يا أستاذ؟ دي جبال طروس اللي هي جنوب تركيا حاليا. دي جبال طروس، جبال طروس. طيب قال لي يحد الوطن العربي من جهة الجنوب، ده البحر العربي، تمام. ودي الصحراء الكبرى، الصحراء ايه؟ الكبرى. طيب يحد الوطن العربي من جهة الشرق، وقال لي جبلين وخليجين. ادي الجبلين، ادي جبال هنا زاجروس وجبال كردستان. نستكمل الحديث في نكمل الحديث عن حدود الوطن العربي. عندي الخليجين هنا، ادي هنا خليج، ده الخليج العربي وده خليج عمان. ده الموقع الوطن العربي من جهة الشرق، جبال زاجروس، جبال كردستان، وخليج عربي وخليج عمان. بينما من جهة الغرب ده كله بسميه المحيط الأطلنطي. المحيط يا أولاد الأطلنطي. يبقى أنا كده حددت الموقع، موقع الجغرافي للوطن
وجبال طروس جنوبا الصحراء الكبرى والخليج العربي. هنا شرقا خليج عمان، خليج عربي، جبال زاجروس، جبال كردستان. في الغرب المحيط الأطلنطي. ده بالنسبة لحدود الوطن العربي الجغرافي. طيب هناخد مساحة الوطن العربي وعدد الدول العربية كام. هنا المساحة وعدد الدول العربية. قال لي بلغ مساحة الوطن العربي أكثر من 13 مليون كيلومتر مربع. يبلغ مساحة الوطن العربي أكثر من 13 مليون كيلومتر مربع. طيب عدد الدول العربية بلغ نحو 22 دولة عربية، قسمت إلى الجناح العربي الآسيوي، يعني الدول العربية تقع في قارة آسيا، والجناح العربي الأفريقي، والجناح العربي الأفريقي. الجناح العربي الآسيوي عدد الدول في 12. عددها كام؟ 12 دولة. عدد الجناح العربي الأفريقي عددها 10. يبقى 10 و12 كام يا أخوانا أعزائي معايا؟ يبقى 22 دولة. طب يا مستر أيهما أكبر في المساحة، الجناح العربي الآسيوي ولا الجناح العربي الأفريقي؟ الجناح العربي الأفريقي أكبر في المساحة من الجناح العربي الآسيوي، بينما الجناح العربي الآسيوي أكبر في عدد الدول. يعني الجناح العربي الآسيوي عدد الدول فيه 12 أكبر من 10، لكن المساحة من حيث مساحة الدول لا، الجناح العربي الأفريقي هو أكبر في المساحة من الجناح العربي الآسيوي. نيجي ناخد أسماء الدول ال 12 من الجناح العربي الآسيوي. أول حاجة عندي أنا السعودية، ودي أكبر دولة عربية آسيوية. 2 عمان. 3 اليمن. 4 الإمارات. 5 قطر. 6 البحرين. 7 الأردن. 8 الكويت. 9 العراق. 10 سوريا. 11 فلسطين الغالية على قلوب الجميع. 12 لبنان. دي الدول، عدد الدول العربية الآسيوية بأساميها. ما ينفعش يجي لي يقول لي في سؤال يقول لي تعتبر المملكة العربية السعودية أحد دول الجناح العربي الأفريقي. ما ينفعش. المملكة العربية السعودية تقع في آسيا، هي دولة عربية بس تقع في قارة آسيا. طيب عندي الجناح العربي الأفريقي قال لي 10 دول. ناخد بالترتيب. عندي مصر. 2 ليبيا. 3 تونس. 4 الجزائر. 5 المغرب. 6 موريتانيا. 7 السودان. 8 جيبوتي. 9 الصومال. 10 جزر القمر. ال10 دول اللي موجودة عندي. طب نيجي نحطهم على الخريطة اللي احنا رسمناها قبل كده.
طيب نبدأ في الجناح العربي الأفريقي. أول دولة عندي أنا، بص لاحظ أنت، حط على خريطة صماء زي كده يعني فاضية، وحاول تحط عليها أسماء الدول. أول مرة هتغلط، تاني مرة مش هتغلط نفس الغلط الكتير، تالت مرة هتظبط معاك، رابع مرة هتبقى حافظها يعني تثبت في دماغك بطريقة تلقائية. أنا عندي أول دولة عندي أنا مصر، جنبيها ليبيا، هنا تونس، هنا الجزائر، هنا المغرب، هنا موريتانيا، هنا السودان، وهنا جيبوتي، هنا الصومال. ده بالنسبة للجناح العربي الأفريقي. هنا جزر القمر، دي جزيرة اسمها جزيرة مدغشقر، جزيرة مدغشقر دي جزيرة إفريقية. طيب بالنسبة للجناح العربي الآسيوي، نمسك واحدة واحدة معايا. هنا نبدأ بفلسطين، جنب فوقيها لبنان، ناخدهم كده تدريجيا. جنب لبنان سوريا، جنب فلسطين الأردن، جنب سوريا والأردن العراق، تحت العراق هنا كده الكويت، بعد الكويت البحرين، بعد البحرين قطر، بعد قطر الإمارات، هنا سلطنة عمان، وهنا اليمن، وهنا المملكة العربية السعودية. كده حطيت الدول العربية الآسيوية وحطيت الدول العربية الأفريقية على خريطة. أنا هدرب نفسي مرة واثنين وثلاثة، أرسم خريطة كده، أي خريطة موجودة عندك في أي كتاب خارجي أو أي كتاب، لو أنت عندك مهارة رسم الخريطة ترسم الخريطة، تحط البيانات مرة واثنين وثلاثة، هتستطيع من خلال البيانات دي مرة واثنين هتثبت في دماغك ومش هتغلط فيها. حتى لو جاتك في صح وغلط اختيارات، صوب أي نوع من الأسئلة في الخريطة تبقى أنت فاهم إن الحاجة دي موقعها ومكانها على الخريطة كذا. طيب ده بالنسبة للموقع الجغرافي. يبقى خدنا الموقع الجغرافي في الحدود، وخدنا تحديدها على الخريطة، وخدنا معنى كلمة موقع جغرافي، وخدنا عدد الدول العربية وقسمناهم جناح عربي آسيوي وجناح عربي أفريقي. وقلنا الجناح العربي الأفريقي أكبر في المساحة من الجناح العربي الآسيوي. الجناح دول الجناح العربي الأفريقي أكبر في المساحة، حط 50 خط، أكبر فين في المساحة من دول الجناح العربي الآسيوي. أما العدد فالعكس، يعني لما أقول لك إيه إن أيهما أكبر في العدد، العربي الآسيوي ولا العربي الأفريقي، لا أقول الآسيوي أكتر في العدد، لكن الأفريقي أكبر في المساحة. طيب هناخد عندي أنا أكبر الدول العربية مساحة الجزائر، أكبر الدول العربية من حيث المساحة هي دولة من قوسين الجزائر. والجزائر يا أولاد هي الدولة العربية الوحيدة اللي بيمر فيها خط الطول الرئيسي جرينتش. هي الدولة العربية الوحيدة التي يمر بها خط جرينتش. طيب هنا أصغر الدول العربية من حيث المساحة البحرين، أصغر الدول العربية من حيث المساحة البحرين. كده انتهينا من موقع الجغرافي للوطن العربي وعدد الدول العربية والمساحة. ناخد الموقع الفلكي. الموقع الفلكي للوطن العربي، الموقع الفلكي للوطن العربي. واحنا عرفنا كده قبل كده الموقع الفلكي اللي هو موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض، هو موقع
المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. طيب قال لي يقع الوطن العربي بين خطي طول 60 شرقا و17 غربا. يقع الوطن العربي بين خطي طول 60 شرقا و17 غربا. يقع الوطن العربي بين دائرتي 37 شمالا و2 جنوبا. قال لي كل 21 دولة عربية تقع ضمن موقع الفلكي للوطن العربي ما عدا دولة واحدة اللي هي دولة جزر القمر، تقع جنوب دائرة الاستواء عند خط طول 44 ودائرة عرض 14. هنا معظم الدول العربية تقع ضمن الموقع الفلكي للوطن العربي ما عدا حط 50 خط عليها دولة جزر القمر، وهي دولة تقع جنوب دائرة الاستواء، تقع جنوب دائرة الاستواء، وهي جزر متناثرة في المحيط الهندي. ودي غالبا بتيجي في سؤال اكتب ما تشير إليه كل عبارة. يقول لك دولة عربية تقع جنوب دائرة الاستواء وهي عبارة عن جزر متناثرة في المحيط الهندي، وبيتكلم عن دولة جزر القمر. دولة عربية تقع خارج الموقع الفلكي والجغرافي للوطن العربي، أقول له برضه جزر مين؟ القمر. كده كمان تحدثنا عن الجزء الأولاني من درس الموقع الوطن العربي، الموقع والأهمية. وقبل ما أنهي الجزء الأولاني من الدرس أطلب من حضراتكم وضع لايك وسبسكرايب وتعليقات، وأي شيء يتعلق مش فاهمينه في الدرس أو عاوز أعيده تاني أو أي تعليقات أو أي أسئلة ممكن حضراتكم تتركوها في التعليقات الموجودة في أسفل الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.